الزمالك اتغلب من المصري بهدفين مقابل هدف. عادي، اي فريق عادي في الدوري في الكاس بيلعب كوره عادي بيتغلب. طب ايه المشكله؟ المشكله ان كان في تعنت واضح من الحكم احمد الغندور ضد الزمالك طول الماتش. لو حد خد باله في لقطه ضربه الجزاء ما كانش عايز يروح يبص عليها في الفار، وحكم من الفار اللي هو محمود البنا صمم وقال له لازم تشوفها، لازم تيجي تشوفها، وهو مش عايز يروح يشوفها عشان ما يحسبهاش ضربه جزاء لمين؟ نادي الزمالك. بعد كده لما راح شافها في الفار ولمسه ايد واضحه خالص وهيتكشف وهيتفضح في الاعلام، فاضطر ان هو يحسبها ضربه جزاء. وبعد كده دخل زيزو شوط ضربه الجزاء، فزيزو شاطها خبطت في العارضه ورجعت جوه، المهم ما حسبهاش الغندور. طب ايه المشكله في القصه دي كلها؟ مشكله ان الموضوع اكبر من ماتش الزمالك مع المصري. الموضوع ده حكايه كبيره. الاهلي بعد ما خلص ماتشات دوري ابطال افريقيا ورجع للدوري اتصدم، مش من الزمالك. الزمالك كده كده ترتيبه بعيد ومش منافس السنه دي. اتصدم من بيراميدز. بيراميدز النهارده فاز على بلديه المحله، بقى عنده 59 نقطه من 24 ماتش، يعني فاضل له 10 ماتشات بس. الاهلي عنده 39 نقطه من 17 ماتش، يعني الاهلي لو كسب السبع ماتشات اللي جايين هيبقى عنده 60 نقطه، يبقى بينه وبين بيراميدز نقطه واحده، والاهلي لسه هيقابل بيراميدز ماتشين وهيقابل الزمالك. طب ايه الحل؟ نفكروا كده بقى، هنعمله ايه عشان الاهلي يكسب كل ماتشاته؟ الاهلي هيقابل فاركو هيعديه، هيقابل مش عارف مين هيعديه. احنا عندنا مشكله في الزمالك. الاهلي هيقابل الزمالك في الدوري يوم 25/6. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نكسره في الزمالك، نكسره في الزمالك زي ما بقول لك كده. طب هكسره ازاي؟ هنبعت له امين عمر. لا، امين عمر بقى مكشوف بقى. طب نجيبه مين؟ نجيبه الغندور. ابعت الغندور تعنت طول الماتش ضد الزمالك، عايزين نهيج اللعيبه بتاعت الزمالك ضد الغندور ويسخنوا عليه فيطرد واحد ولا اتنين، واتنين ياخد لهم انذار واتنين ياخد لهم ايقاف. انا عايزك توقف لي عبد الله السعيد ما يلعبش ماتش الاهلي، انا عايزك توقف زيزو ما يلعبش ماتش الاهلي، انا عايز جوميز ما يحضرش ماتش الاهلي، وقفه. استفزهم اقصى استفزاز بقرارات تحكيميه كلها غلط. وده اللي عمله بالظبط الغندور. اتفرجوا على الماتش بالراحه كده وشوفوا ده اللي حصل ولا لا. قرارات صعبه على الزمالك، زيزو بقى يتنطط، عبد الله السعيد طالع مش مصدق، جوميز بقى يتعفرت بره الخط. كل ده ليه؟ عشان ما يلعبوش الاهلي، فالاهلي ياخد الثلاث بونت بتوع الزمالك ويحاول يسابق بيراميدز اللي طار. بيراميدز اللي طار النهارده كمان. بيراميدز كان بيلاعب مين؟ كان بيلاعب بلديه المحله. مين بقى الحكم بقى؟ امين عمر. طبعا بيراميدز جاب جون اول اسطوري، وبعد كده جاب جون تاني امين عمر لغاه. اتفرجوا امين عمر لغاه ليه، روحوا شوفوا الجون صح ولا غلط. اي حاجه نعطلوا بقى بيراميدز، عايزين نوقفوه عشان الاهلي يلحقه ويعديه يبقى في فرق بينهم. لكن للاسف بيراميدز عدى ماتش البلديه وبقى عنده 59 نقطه. الموضوع كبير، عشان كده مجلس اداره نادي الزمالك المره دي واقف جامد، لان المؤامره شديده على الزمالك. انت بتهد فريق عشان خاطر فريق تاني، عشان دوري. ما تسيبه يلعب، ما تسيبه يلعب الزمالك بقوته، ولو يستحق المكسب نديله سلام، والاهلي يقدر يكسب وممكن يتغلب عادي. لكن لا، ده انا هشيل له زيزو وهشيل له جوميز وهشيل له عبد الله السعيد وهشيل له دونجا. هو ده اللي احنا بنشتكي منه. الموضوع كبير، المؤامره كبيره على الزمالك. اللي عايز يصدق يصدق واللي مش عايز يصدق ما يصدقش، هو ده الواقع ومش هيسيبوك. والتخبيط في الزمالك مش من اجل الزمالك، التخبيط في الزمالك عشان الاهلي يطير ويوصل لبيراميدز، لان بيراميدز 59 نقطه، وبيراميدز مش هيسيبوه برضه، مش هيسيبوا بيراميدز. وخليكم فاكرين لازم الاهلي يسبق بيراميدز ويعديه عشان ياخد الدوري. واتفرجوا الفتره الجايه ايه اللي هيحصل في الزمالك وايه اللي هيحصل في بيراميدز. كل المطلوب من الزمالك حاجه واحده بس، انه يتغلب الماتش بتاع الاهلي، وهيعملوها باي طريقه عشان ياخد 3 بونت. عايز اقول لكم ان بعد ماتش الاهلي ما يكسب الزمالك وياخد 3 بونت،
اتفرجوا على المجاملات اللي هتحصل لنادي الزمالك. هيجاملوا الزمالك طبعا، ما خلاص الزمالك خلاص، ما هو مش منافس. هو كل اللي مطلوب من الزمالك الثلاثه بونت بتوعه عشان بس الحق اوصل لبيراميدز. طب بعد كده اتفضل يا زمالك خد كل النقط اللي انت عايزها، هيبقى ترتيبك الثالث الرابع الخامس مش فارقه. ده اللي هيحصل، واتفرجوا وشوفوا واعرفوا ان كلامي مظبوط ولا لا.